السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا العزيز أهلا وسهلا بيكم النهارده في حلقة مختلفة جدًا، واستكمالا لسلسلة الحلقات اللي إحنا بننشرها لنشر الوعي في أي شيء فيه لغط في الدين، إحنا بنجاوب عليه في البرنامج ده بكل تفصيلة صغيرة أو كبيرة. النهارده مشرفني ضيفي العزيز أستاذ حسام مصطفى الباحث في علوم الأديان. أهلا وسهلا بيك يا حسام. الأخبار. أستاذ حسام النهارده يعني يمكن تكون معركة، لو نقدر نسميها معركة لأن هيكون فيها سجال وأسئلة من الجمهور وأسئلة مني، فأعتقد إنها هتكون حلقة يعني دسمة جدًا يعني، فنبدأ الحلقة، جاهز؟ أنا جاهز. طيب. باحب المعارك. أنا واحد من ضمن الناس ساعات باتأثّر بإسلام البحيري، وتأثيري ليه بيكون بسبب إن كلامه المترتب، الاسترسال بتاعه، باحس إن هو محضّر كويس جدًا، باحس إن هو بيستشهد بأدلة وأمثلة فعلًا مقنعة. لو شُفت معلومة مثلًا كان هو قالها من فترة وهي معلومة إن ليه ربنا حفظ القرآن الكريم وما حفظش السنة. إمم. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلّي أي شاب زيي وزي غيري يقول لك هو فعلًا ليه يعني الحفظ بتاع القرآن الكريم ربنا قال وأقر بيه، لكن السنة النبوية عادي ممكن أي حد يحرّف فيها، يغيّر فيها، مش محفوظة زي القرآن. إمم. بُص، يعني أنا مش عاوز أشخصن الموضوع وأتكلم على إسلام بذاته يعني، لأ أنا بنتكلم عشان هو ولكن ده شخص منتشر فخلّينا دلوقتي ومشهور ومعروف وبيتكلم في الحتّة وده دي. للأسف يعني ده للأسف والله، وده ينُم عن المستوى العلمي اللي المجتمع أصبح فيه يعني، لدرجة إن واحد زي البحيري ده يطلع يتكلم في حاجة زي كده، وهو فعليًا بيتكلم بمصطلحات هو نفسه مش فاهمها يعني. يعني أنت لمّا تيجي كده تشوف حلقاته أو كلامه، تلاقيه بيقول مصطلحات تقيلة أوي عليه، تقيلة أوي، يقول لك مثلًا التدوين أو كتابة السنة حصلت كذا. أصلًا في فرق كبير جدًا بين التدوين وبين الكتابة، هو ليه بيضمّهم على بعض؟ عشان هو مش فاهم، هو مش فاهم الفرق بين التدوين وبين مش فاهم تاريخ سُنّة، مش فاهم حاجة، فهو غلبان يعني، هو غلبان، طب ما هو فخلّينا ممكن إيه يكون بعيدًا برضه عن أيوه ماشي، شخصه. بس بعيد عن شخصه، ما هو ممكن هو كمان ويعني إحنا هنرُد مكانه مثلًا هو يكون شايفك أنت كمان في نفس المكان يقول لك طب ما ممكن أنت اللي مش فاهم أو إيه أنت بقى مش اللي عارف. يحكم بيننا؟ اللي يحكم بيننا يعني التاريخ. بس، خلاص كده؟ تمام. فإحنا نتحاكم إلى التاريخ، نتحاكم إلى العلم، نتحاكم لشيء يقدر يحكم ما بيننا ويفصل ما بيننا إيه هو الصح، خلاص كده؟ فإحنا لمّا مضبوط. نيجي نتحاكم هتلاقي إن كلمة تدوين حاجة، وكلمة كتابة حاجة، لغويًا، تاريخيًا، علميًا، من أي ناحية هتلاقيها دي حاجة ودي حاجة. تمام. فهو لمّا يضمّهم على بعض ويحط تاريخ واحد ليهم ويقول لك مثلًا ده بعد 200، 300 سنة، يبقى هو مش فاهم يعني إيه تدوين ومش فاهم يعني إيه كتابة. ولكن بعيدًا عن الشخصنة، أنا مش عاوز أتكلم عن شخصه عشان يعني إيه، مضبوط، مضبوط، في مضبوط. شخصيات أكيد تمام. مش هنخلّي البرنامج على ده، تمام. لكن خلّينا نتكلم عن أفكار أحسن. سؤال مثلًا زي فكرة ليه ربنا عز وجل تعهد بحفظ القرآن وما تعهدش بحفظ السنة، أو ليه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما قالش إنا نحن نزلنا السنة وإنا لها لحافظون. إمم. ليه طالما حتّة الاتنين؟ مهمة جدًا، إمم. صح. ولكن أنت لمّا تيجي بقى تدوّر في التفاسير اللي هي من 200، 300، 400 ألف سنة، إمم. هتلاقي إن إحنا اللي مش واخدين بالنا، وإحنا اللي ما بنقرأش تفاسير، وإحنا اللي مش فاهمين قول الله عز وجل. إحنا بقى اللي هو إحنا الشباب أو والّا الجمهور العام العادي خلّيني الناس أقول كلّها؟ لك بكل صراحة يعني معظم المجتمع دلوقتي، إمم. معظم المجتمع المسلم للأسف مسلم فقط بالوراثة، ما بيقرأش في دينه، ما بيقرأش في دلائل نبوته، ما بيقرأش في دلائل إن كتاب ربنا هو كتاب ربنا. فلذلك إحنا عندنا يعني إيقاع رهيب من إن إحنا بنسمع أي حد وبنصدّق أي حد، ودي دي يبقى مشكلة كبيرة يعني. نرجع بقى لإجابة السؤال اللي أنا منتظرها، اللي أنت ليه اتكلمت فيها. ربنا عز وجل أيوه. قال طيب، هل ربنا عز وجل هنا قال إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، والّا قال إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر. الذكر صح كده، إيه هو الذكر؟ أنا ما أعرفش والله. الذكر يعني معظم الناس عارفة إن هو القرآن. الحقيقة إن أنت لمّا تيجي تقرأ في معنى الذكر، هو معناه كل ما أوحي من الله على نبيه، يعني مش متعلق بالقرآن مش الكريم بس. متعلق بالقرآن بس، متعلق بكل وحي من الله على أي نبي كمان، مش على النبي صلى الله عليه وسلم بس. عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا عز وجل قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. الآية دي بتتكلم عن مين؟ عن سيدنا نوح عليه السلام. إمم. طب ما هنا في ذكر أهو، معناها إن في قرآن مثلًا نزل على سيدنا ما نوح؟ كانش في قرآن. ما كانش في قرآن، ولكن الذكر هنا معناه هو وحي من الله عز وجل على نبيه. إمم. فكذلك الله عز وجل لما أنزل القرآن والسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن وأنزلنا إليك قرآن، تمام. وربنا عز وجل أنزل السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وحي يوحى. يبقى الاتنين وحي هنا، إمم. فجمعهم في كلمة الذكر وقال إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن والسنة، وإنا له يعني لحافظون. نقدر نختصرها في إن الذكر ده أي شيء بيوحى من الله عز وجل لأي شخص على على الأرض. أي نبي،
تمام. فالكلام عن النبي صلى الله معلومة عليه وسلم جديدة هو جداً أول مرة. القرآن والسنة. لذلك على فكرة ده مش تفسير، يعني الإمام ابن حزم الظاهري قال: فأخبر تعالى بأن الذكر محفوظ، والذكر هو كل وحي من الله عز وجل على نبيه، ومعلوم بأن كلام نبيه كله وحي، فصح بذلك بأن كلام نبيه كله محفوظ بنص القرآن. إذن إجابة السؤال قولا واحدا إن الذكر كلمة تشمل القرآن والسنة أو كل ما يوحي بها الله عز وجل إلى أهل الأرض. تمام. طيب ننتقل يعني لأسئلة الضيوف معانا في الاستوديو، وأعتقد إن هيكون فيها شيء بينم عن قدر بقى من الوعي اللي حضرتك اتكلمت فيه، قلت مثلا ان احنا عندنا قله وعي وان احنا مش بنقرا، فاحنا هنشوف دلوقتي نطلع في حد من الشباب عنده سؤال. ماشي اتفضل. والله عايز اسال استاذ حسام سؤال. انا النهارده حضرتك النهارده رحت صلاه الجمعه، والخطيب اللي كان بيخطب الجمعه النهارده كان بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي سؤالي، النبي صلى الله عليه وسلم مات الاحاديث نزلت بعد موت النبي ب 200 سنه. نزلت ولا تقصد اتكتبت؟ يعني اتكتبت بعد موت النبي ب 200 سنه. فهل الحديث كده صحيحه ولا ممكن تكون اتبدلت او اتحرفت او اتغيرت؟ بس هو ده سؤالي. طيب الحته هنا بيقول ان ال 200 سنه دولت ايه المانع ان ال 200 سنه دول يكون حصل فيهم اللعب او تغيير او تحريف؟ مش ممكن تكون اتحرفت بعد موت النبي 200 سنه صلى الله عليه وسلم؟ ادي وجهه النظر بس. طيب احنا بس عندنا ايه؟ عندنا معلومه، المعلومه دي مبني عليها سؤال. خلاص، ايه هي المعلومه؟ ان الاحاديث اتكتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 200 سنه. خلاص كده، فاتبنى عليها سؤال ان ال 200 سنه دول حصل فيهم ايه. فتعال نصحح المعلومه، يتصحح معاك اجابه السؤال لوحدها. المعلومه: هل فعلا السنه اتكتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 200 سنه؟ الكلام ده غلط. الكلام ده غلط تماما. انت عارف في المعجم الكبير للامام الطبراني في روايه عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان هو كان اصغر الصحابه في مجلس. تمام. وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلقى ان الصحابه بيكتبوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيكتبوا الاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو يقول في الروايه: وكنت اصغرهم، يعني كان اصغر واحد فيهم. فقال لهم ايه؟ قال لهم: وقد سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وتكتبون الحديث. يعني انتوا بتكتبوا الحديث وانتوا مش خايفين من الكلام ده. فهو كان صغير يعني. فهو حتى في الروايه بيقول ايه؟ بيقول: فضحكوا وقالوا يا ابن اخينا انه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء الا وهو عندنا في كتاب. يعني طب انا اسف انا قاطع استاذ حسام وحابب اساله سؤال. معلش خليني بس اكمل الاجابه للاخر، وبعد كده انتوا يعني كلكم هتسالوا. ماشي، يعني ده كده بيقول او المعلومه دي بتاكد ان أيوة. كان في كتابه ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. ده مش كان في كتابه، ده كل حاجه اتكتبت ايام النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب مهم جدا اسمه دراسات في الحديث النبوي، جمع اكتر من 50 صحابي كانوا بيكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الاحاديث. بل والكتاب ده نفسه اظهر ان في اكتر من 450 كتاب فردي للصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عارف يعني ايه؟ يعني مثلا احنا عندنا كتاب البخاري دلوقتي. ايام الصحابه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان في اكتر من 450 كتاب احاديث، زي بقى كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص، كتاب سعد بن عباده، كتاب ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني كتب كبيره جدا وكتير جدا عن الحديث النبوي. والامام الطبراني اثبت ده في معجمه ان ما فيش حديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا وكتب من الصحابه رضي الله عنهم. جميل جدا. ماشي اتفضل السؤال بتاعك. طب انا عندي سؤال لاستاذ حسام. دلوقتي في احد منكر السنه بيقول ان ما فيش كتابه اتكتبت في مكه اصلا، فازاي الاحاديث اتكتبت في مكه وهو بيقول ان ما فيش كتابه اتكتبت في مكه؟ طيب. يعني هو بدون ذكر اسماء بيقول لك اسلام البحيري بيقول بالظبط كده ان يعني هو اعتقد ان دي معلومه فعلا كان قالها قبل كده اسلام البحيري. ايوه فعلا. فماشي احنا بدون ذكر اسماء احنا بنقول اسلام البحيري عادي. اتفضل. عشان كده بقول لك هو فعلا مش فاهم هو بيقول ايه اسلام البحيري. يعني ممكن اسالك سؤال بعد اذنك؟ اتفضل. سبب اسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاول، بس عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسلم في مكه ولا في المدينه؟ في مكه. طيب سبب اسلامه كان ايه؟ سريعا كده يعني. كلنا عارفين القصه المشهوره طبعا ان هو اسلم بسبب سوره طه، وتقريبا لما دخل سوره طه دي كانت موجوده فين؟ في مكه. ايوه كانت موجوده فين؟ يعني كان هو سمعها مثلا ولا ايه اللي حصل؟
هو سمعها من اخته كانت بتقرا، وبعد كده خد كانت من بتقرأ ايديها منين بقى؟ الصحيفه. ايوه خد ايه؟ خد من ايديها الصحيفه. الصحيفه دي كان عليها مكتوب سوره طه صح؟ كان مكتوب يعني سوره كان في طه بالفعل يعني وقرأها في مكه. ايوه يعني كان في كتاب اهو في مكه، ولا هي سوره طه كانت مكتوبه هو لوحدها كان ولا؟ في كتاب بس انا ده يعني يعني تفاصيل مش اي حد يدرك او حد ان هو يدخل يعني فيها ان هو يعني فعلا. بديهيات والله مش تفاصيل. يعني يا جماعه فكره ان احنا نقول ان مفيش احاديث كتبت في مكه ده عبث عبث، وان اللي بيسمع يصدق ده عبث اكتر. مفيش أحاديث، ده في كتاب اسمه دراسات مرويات مكه المكرمه، دراسات مرويات مكة المكرمة. ده الدكتور عادل عبد الغفور جمع فيه 697 حديث في مكه فقط. ده جمع واحد. يعني حضرتك انت دلوقتي لو ده ساعتها ما كانش فيه طبعا جوجل والكلام ده، دلوقتي انت لو دخلت جوجل وبحثت عن احاديث مكه هتلاقي احاديث اكتر من العدد ده بكتير جدا. ففكره ان ما كانش فيه احاديث في مكه او ما كانش فيه كتابه بتتكتب في مكه ده منتهى الجهل طيب بالتاريخ في يعني. حد عنده اسئله تاني؟ طب اتفضل. تمام. أنا الحمد لله بفضل الله ملتزم جديد، مؤمن بالله ومؤمن بالرسول ومؤمن بالسنة بالقرآن، الحمد لله الله بفضل الله. يثبتك يا رب. تمام. هل البخاري ومسلم دول بشر؟ هل لو كذبناهم هل ده ممكن يؤدي للكفر؟ مش بس. فاهم يعني هو يعني انت تقصد لو احنا شككنا في كلامهم، لو احنا انتقدناهم، لو احنا ده يعني صححنا حاجات من اللي هم عاملينها. بالضبط. هل يعني طب ممكن هو يكون يعني هو يقصد يقول ان البخاري ومسلم دولت بشر زينا، مم. عادي وارد ان هم يخطئوا في اي كتابات من الكتابات بتاعتهم او التفسير بتاعهم. طيب هل البخاري ومسلم لو حد مننا شكك فيهم في الروايات بتاعتهم او في الكتابات بتاعتهم، انا كمحمد لو جيت في مره من ضمن الروايات شككت في الروايه دي وقلت عنها كذا وكذا او في الحديث ده وقلت لا مم. ده مش صحيح، انا كده اكون خرجت من الدين او اكون مذنب؟ مش ده اللي انت تقصده؟ تمام كده تمام. بالضبط. طيب احنا خلينا نقسم السؤال ده لسؤالين، وهو اصلا يعني فكره ان البخاري ومسلم بشر فهل احنا نقدسهم ولا لا؟ والسؤال الثاني هل لو احنا خطأنا حديث من البخاري ومسلم ده كفر يعني ولا حاجه عاديه؟ تمام. خلاص كده. طيب بالنسبه للسؤال الاول، انت حضرتك دلوقتي لو فتحت مثلا مصحف خلاص كده، ولقيت مثلا عليه في الاول كده مطبعه، وليكن مثلا مطبعه الملكه، مش عارف يعني ده اسم تمام. خلاص مكرونه دي مكرونه. ايا كان يعني. فانت دلوقتي بتمسك المصحف ده، ممكن تقبله، ممكن تحطه على راسك، ممكن تقراه، ما بتفتحوش غير وانت متوضئ خلاص. صحيح تمام. هل انت مقدس لمطبعه الملكه لا طبعا ولا انت مقدس للمطبوع؟ للمطبوع. فكذلك الامر، احنا مش بنقدس البخاري ومسلم، احنا مقدسين للمنقول عن طريق البخاري ومسلم، هو الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام. يبقى والسلام. احنا مش بنقدس شخصهم، مالناش دعوه بالشخص خلاص كده، ولكن احنا بنقدس المنقول وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني بقى اللي وهو هو هل بقى لو احنا شككنا هل احنا كده بنخرج من الدين؟ يعني هل انا كده مذنب؟ طيب احنا محتاجين فكره التخصصيه دي تدخل في دماغنا شويه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حضرتك طبيب ما ينفعش تبني عماره، ما ينفعش ترسم عماره وتقول انا هشتغل مهندس معماري صح؟ ما ينفعش تبني عماره وتقول انا مهندس انشائي مظبوط. صح كده؟ ما ينفعش. وما ينفعش المهندس يفتح عياده ويكشف على واحد عشان بطنه وجعاه صح كده؟ صح كده. تمام. الفكره عندنا مش في ان ما ينفعش تهاجم او تصحح مثلا احاديث في البخاري ومسلم، ولكن الفكره انت مين علشان تتكلم عن احاديث البخاري ومسلم؟ بمعنى ايه؟ يعني هل انت متخصص في علوم الحديث وعلم الجرح والتعديل؟ هو انت بيقول متخصص ماشي، بس هو بيقول كده فعلا يعني سين من الناس طب بيقول ان سيبني انا هكمل الاجابه. اقصد اقول ان هو عنده العلم، يعني هو عنده علم فعلا. جميل. بيقول ان انا متخصص هكمل. في القصه دي. هكمل اتفضل. اديني فرصتي بس. اتفضل طبعا. طيب فدلوقتي احنا عندنا فكره التخصص ده، اولا احنا متفقين عليها ولا لا؟ متفقين طبعا. طيب خلاص كده. طيب لو حد ما عندوش علم الحديث اللي به يصحح او يضعف، يقدر يصحح او يضاعف اي حديث سيبك من البخاري ومسلم، اي حديث ينفع؟ لا ما ما ينفعش ينفعش طبعا. فضلا عن البخاري ومسلم. صحيح. خلاص كده. اما لو حد متخصص في علم الحديث وامام في علم الحديث، عالم في علم الحديث، مشهود له بالعلم في علم الحديث، ده اقدر اقول لك دلوقتي ايوه يقدر يعارض احاديث في البخاري ومسلم ان وجد ذلك. ايه الدليل على كلامي ده؟ الدليل على كلامي ان انت مش اول واحد ولا اخر واحد، ولا يعني انت مش اول واحد اصلا تتكلم عن البخاري ومسلم. يعني في ناس علماء حديث اتكلموا في احاديث في البخاري ومسلم وضعفوها. الامام الدارقطني، ابو علي الغساني، ابو علي الذهبي. كنت لسه هقول لك الحته دي، يعني هل احنا من ساعه الامام البخاري ومسلم لحد النهارده مفيش عالم او مفيش حد طلع نهائي يا في فندم القوه مفيش كلام. بتاعتهم ان هو يقدر يعني في طبعاً. يغير؟
ايوه ما هو لما انت جيت بقى اتكلمت في الحته دي، ايوه فانا كده دار في ذهني حته اللي هو طب في ناس طلعت فعلا صححت، او في ناس طلعت قالت لا ده ضعيف، لا ده ما ينفعش. في طبعا. وعلى فكره احنا عندنا يا جماعه الموضوع اوسع مما تتخيل. يعني فكره انك تتكلم في حديث وسنده وصحيح ولا ضعيف ده عادي جدا. انت عارف في حديث في صحيحي البخاري ومسلم متفق عليه واهل العلم اتكلموا فيه، اللي هو حديث ميمونه، خلاص بدون تفصيل يعني. لكن الفكره ان الموضوع ده عندنا واسع، لكن الفكره ان يعني انت بتقول ما فيش حد بعد البخاري ومسلم. احنا اول امبارح اول امبارح الامام الالباني معاصر يعني احنا حضرناه. الامام الالباني اتكلم في احاديث في البخاري ومسلم. ده في شهر يوليو 2024. لا مش للدرجه دي يعني، بس قصدي اول امبارح اللي هو يعني اول امبارح، مش قصدي اول امبارح قصدي في القرن اللي احنا يعني خلينا في الحقبه الزمنيه اللي احنا فيها يعني في يعني دقه شويه تمام، عارف يعني من 50 سنه مثلا خلاص كده. فالامام الالباني اتكلم في احاديث البخاري ومسلم، احنا ما عندناش مشكله. وعلى فكره خليني بس اضيف ملحوظه ان كل الاحاديث او جل الاحاديث اللي اتكلموا فيها في البخاري ومسلم طلعوا صحاح على راي البخاري ومسلم. طب الاجابه بقى، ولكن الاجابه انك لو امام وعالم في علم الحديث تقدر تتكلم في تخصص بخاري ومسلم بقى، النسائي، تتكلم في اللي انت عايزه. ولكن المشكله ان مثلا يجي واحد زي البحيري اللي انت بتقول عليه ده ويجي يتكلم في البخاري ومسلم، هو ليه اصلا ليه دايما بتقلل منه؟ يعني ليه تقول زي البحيري؟ علشان يعني هو لا انا اللي هو والله كان مثلا امعه او كان حد ما هوش لا مش قصدي والله، بديله بس قدره. يعني هو فعلا في العلم ده ملوش يعني هنعمل ايه ده؟ يعني هو ما بيعرفش، يعني هو بيقرا الايات غلط، بيقول الاحاديث غلط، بيقول الاسانيد غلط، بيقول كل حاجه غلط. هو وجهه نظر ان هو فاهم، هو شايف نفسه، وفي عنده ناس بتقول ان هو فاهم. يتعلم. هو لو جالنا مش هنقول له لا والله، يتعلم عند حد من علماء الحديث كده، يقعد تحت رجله يطلب العلم، بعد كده يقول اللي هو عايزه. لكن فكره ان هو يطلع كده وهو اصلا مش فاهم هو بيقول ايه، دي مشكله يعني كبيره نفترض ان خلينا نكون واقعيين اكتر. انت ما بتدينيش فانا معلش اكمل جمله. معلش خلينا مثلا ان سين ده انت عايز تنصحه دلوقتي يروح لفلان يتعلم منه، مثلا مين فلان اللي انت تنصحه بيه؟ علماء الحديث زي مين مثلا؟ زي الامام ابو اسحاق الحويني مثلا. في علماء حديث كتير، في علماء حديث في الازهر يعني لا يعدوا فعلا يا جماعه. الازهر والله العظيم كنز احنا مش فاهمينه. هو لو راح الازهر وطلب علم حديث محدش هيقول له لا، يروح يقعد تحت رجل العلماء ويتعلم. لكن يطلع عمال يتكلم في كل حاجه شويه ومش فاهم في حاجه اصلا، دي مشكله كبيره. صحيح. انا مش هعرف ارد عشان انت طالما دخلت الازهر خلاص، انا يعني ما اقدرش. يعني هو ده المرجع بتاعنا او المرجع الكبير لينا كلنا يعني. طيب في اي حد من الجمهور عنده سؤال تاني؟ طيب انا واحد من الناس، انا استفدت النهارده بكام معلومه جداد لاول مره ان انا اعرفهم، وتفاصيل صغيره بتذكرها في الحلقه، زي فكره اللي دخل على وهي بتقرا القران الكاف، اخت عمر بن الخطاب، اخت عمر بن الخطاب لما دخل. انا فعلا جه في ذهني ان هي كانت ماسكه صحيفه وبتقرا القران منها، بس ما جاش في ذهني ان كان في تدوين، ان كان في كتابه في الوقت ده. أيوه. فده مثال كبير ان احنا يعني دي معلومه انا اول مره اعرفها والله، فعلا بجد اول مره اعرفها. فلو في تفاصيل صغيره احنا ركزنا فيها وادينا لها فعلا الحق من التمعن، هنوصل لمعلومات اكيد يعني. طورتنا النهارده استاذ حسام مصطفى، باحث في علوم الاديان، وانا بقول لك يعني شابوه. يعني انا مبسوط النهارده، استفدت، واكيد الشباب اللي معانا في الاستوديو كمان. استمرار الحلقات بتاعتنا ان شاء الله، حضرتك لازم تشرفنا في حلقات متتابعه جايه باذن الله. يعني بنستفيد جدا منك، واكيد ان شاء الله الشباب اللي معانا في الاستوديو يكونوا النهارده جاوبناهم على كل الاسئله بتاعتهم. بنشكركم جدا اعزائنا المشاهدين ان انتم تابعتونا لحد النهايه، ويا رب نكون خفاف على قلوبكم. السلام عليكم.